طاجن سي فود وايت صوص هحضره معاكم بطريقه سهله وبسيطه قوي، من الاكلات اللي ما بتاخدش وقت في تحضيرها. كمان هحضر الصوص الابيض من غير ما استخدم كريمه نهائي، والطعم هيكون غني وتحفه جدا. تقدروا تعملوه باي كميات زي ما انتوا عايزين. كمان تقدروا تعملوا جنبه رز صياديه، رز ابيض بالشعريه. كمان تقدروا تعملوا جنبه رز بسمتي اصفر. هو جنب اي حاجه هيكون حلو قوي. في طاسة فيها معلقة من الزيت هضيف عليها معلقتين كبار من الزبدة، وأول ما الزبدة تبتدي تدوب زي كده هضيف عليها بصلاية متوسطة مقطعاها مكعبات صغيرة. وهنا مش عايزة البصل يتحمر أو ياخد أي لون نهائي، أنا هدبل البصل بس مع رشة بسيطة من الملح، وهقلب البصل لحد ما يدبل معايا. وبعد كده هضيف باقي المكونات. البصل دبل، ضفت عليه حبتين من الفلفل الاخضر البارد مقطعهم مكعبات صغيره. تقدروا كمان تستخدموا فلفل الوان لو متاح عندكم، وكمان تقدروا تستخدموا فلفل سبايسي لو بتحبوا الاكل سبايسي. هقلبهم تقلبتين كده مع البصل، وبعد كده هضيف عليهم معلقه من الثوم المفروم. الثوم اللي فرزته معاكم شايفين لونه ابيض وحلو ازاي، وان شاء الله هيفضل معانا لاخر كميه بنفس الطريقه، مش هيغير لونه او طعمه. بعد ما اقلب الثوم مع البصل والفلفل يدوب بس تظهر ريحة الثوم، هضيف الكاليماري. الكاليماري غسلته كويس جدا وبيكون عليه قشرة رقيقة جدا في الظهر وفي البطن بتاعته، لازم تتشال. وبنغسله اكتر من مرة، وبنغسله كمان بالليمون. وبعد كده بقطعه تقطيع بقى اللي انتوا حابينها، مكعبات شرايح زي كده. وهنا بعد ما قلبته مع الخضار غطيت عليه لحد ما ابتدى يدخل في سوا. لازم نهتم بسوى الكاليماري قبل ما بنضيف عليه اي مكونات تانية. بعد ما ابتدى يدخل معايا في سوا ضفت عليه الجمبري طبعا مغسول كويس، وشايلين العرق الرملي منه ومصفيينه من اي ميه فيه. بعد كده هقلبه لحد ما لونه يبتدي يغير. في الطاجن ده ما ينفعش نستعمل حاجة بقشريات زي مثلا الجندفلي، بلح البحر، الكابوريا، الكلام ده كله مش هينفع معانا في الطاجن ده. ممكن شرايح من السمك الفيليه هتكون حلوة قوي. التوابل بتاعتي اللي ضفتها دلوقتي كمون، كزبرة، فلفل اسود، وكمان هضيف شوية من الجنزبيل البودرة، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة، بيكون حلو فيها جدا. هقلب الكلام ده كله مع التوابل. شايفين دلوقتي الجمبري ابتدى ينزل السوائل بتاعته، وهنضيف دلوقتي معلقة واحدة من الدقيق، معلقة كبيرة. ده اللي هيدي قوام غني للصوص بتاعنا، اللي هيخليه كده تقيل وليه قوام حلو، ما يبقاش عامل زي الشوربة. هقلب الدقيق مع المكونات دي كويس جدا. لو تلاحظوا انا ما ضفتش هنا اي ملح، هي رشه ملح بسيطه في الاول على البصل مش اكتر من كده. بعد ما قلبنا كويس الدقيق هضيف دلوقتي ميه الجمبري. اللي متابعني يعرف انا بعمل مش برمي قشر الجمبري، ودايما بعد ما بغسله اكتر من مره بسلقه بورق لورا وحبهان، وبعد كده بحتفظ بيه وبعمل بيه الاكلات اللي زي كده. بعد ما ضفنا ميه الجمبري وغطينا لحد ما ابتدت تغلي غلوه واحده بس، هضيف مكعبات من البطاطس. يعني حبتين اتنين من البطاطس قطعتهم مكعبات صغيره جدا، مش هتاخد سوا خالص. انا مش عايزاه يغلي كتير والجمبري معانا يتهري. وضفت شويه من الملح وغطيت لحد ما الصوص ابتدى يتقل معانا، بيغلي غلوتين اتنين بس تكون خلاص البطاطس معانا استوت. بقلبه تقليبه واحده، وبعد كده بضيف عليه الحليب. ضفت هنا حوالي كوبايتين من الحليب، وهبتدي ادوق. هيحتاج ملح تاني، فلفل، ايا كان. هنا هيحتاج ملح هنظبطه، وبعد كده هنسيبه لحد ما يغلي غلوه واحده بس هنا مش هنغطيه. بعد ما بنضيف الحليب مش هنغطي علشان الحليب ما يقطعش، غلوه واحده بس وبرفعه من على النار. وهبتدي دلوقتي انقله في الطاجن. قشر الجمبري عشان تعرفوا انا بجيب الميه بتاعته منين، بغسله اكتر من مره، بنقعه وبكب الميه بتاعته اكتر من مره. وبعد كده بنقعه في ليمون وخل، ميه فيها ليمون وخل حوالي نص ساعه. وبعد كده بغسله كويس من الميه دي واصفيه، وبغطيه في حله. بحطه في حله واغطيه بالميه، واحط فيها ورق لورا وحبهان وشويه من الكمون، وبغليه غلوه. بعد ما نقلنا كل المقدار بتاعنا في الطاجن بسيبه لحد ما يبرد شويه ويعمل وش كده متماسك. وبعد كده بضيف على الوش شويه من الجبنه اي نوع بقى، وبدخلها الفرن تاخد لون تحت الشوايه. مهم قوي ان احنا نسيبه يبرد شويه قبل ما نضيف الجبنه علشان الجبنه ما تغطسش لتحت.
بس كده ياخد بس لون، الجبنه تاخد لون وكده خلاص بيبقى جاهز معايا. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطاجن بتاعي يكون عجبكم وطريقته سهله وتجربوه. متنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو ومتابعه للصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله.